هاي جايز، كيفكم؟ اشتقتوا لي؟ يا الله أنا كمان اشتقت لكم. قبل ما نبلش فيديو اليوم في 3 شغلات بدي أحكيهم. تاني شغلة، رح تلاحظوا إنه وشي فيه حبوب لأنه عم باخد روكوتان، تابعوا معي من هون لكم شهر لقدام كيف وشي رح يتحسن. ثالث شغلة، قوم انت وياها جيبوا سناكاتكم واكلاتكم لحتى نبلش فيديو اليوم. قبل ما نبلش فيديو اليوم نفحص سكرياتي. انا حاطه السنسور هون. هيو 5.9. فخورين؟ وانا كمان. موضوعنا اليوم عن علاقات المشاهير بالسوشيال ميديا. كيف يعني؟ تعالوا أحكي لكم. أول شي بدي أفهمكم يا إنه علاقات المشاهير على السوشيال ميديا هي عبارة عن محتوى. كيف يعني؟ يعني الكوبلز أو الأشخاص أو العوائل اللي بيفتحوا قناة أو صفحة على الإنستغرام أو على السوشيال ميديا عموماً وبيصيروا يصوروا تفاصيل يومهم وحياتهم، هذا يعتبر محتوى بيفرجوكم إياه ومقابله ياخدوا فلوس. يعني هذا المحتوى بيكون مصدر رزقهم. بس شو اللي بيفرق من كابل لكابل أو من عيلة لعيلة أو من شخص لشخص بالمحتوى اللي عم بيقدمه؟ درجة الخصوصية. بمعنى إنه مرات صانع المحتوى بيتحمس شوي زيادة عن اللزوم، شوي كتير، وما بيضل غير إنه شوي وبيدخلنا معه على التواليت وانتو بكرامة أو على غرفة هذا. عن جد يعني ما في أي نوع من أنواع الخصوصية. يعني عادي مثلا إنه يصور مرته بالبيجامة أو إنه فاهمين التفاصيل اللي أوفر ما لا طعمة. ما رح أذكر اسماء أنا خلص. وطبعا هذا الشيء للأسف بيجيب مشاهدات زيادة، يعني ترند، يعني فلوس زيادة. مع انه صانع المحتوى من هذا النوع ما بيهمه الطريقة، بيهمه انه يوصل لهدفه اللي هو الترند والمشاهدات. مع انه الناس بتكون رد فعلها كلها سلبية وانتقادات، بس هو he don't care. اهم شيء. وفي العلاقات اللي بتكون علاقتهم الزوجية سوبر خاصة مثل أحمد وصبا، يعني هذا الشيء عن جد صعب، بس هن عاملين له أولوية لدرجة إنه الناس عن جد صاروا يشتاقوا يشوفون مع بعض، بس هن محتفظين بهذا الشيء لإلهم وبس. وفي النوع الثالث اللي محتواهم كله حب ومعشقة وضحك ولطافة وحكيات حلوين. يعني إذا أنت سنجل وما بدك ترتبط بصير بدك ترتبط، وإذا أنت مو متزوج بصير بدك تتزوج. الحلو بهذا المحتوى إنه بيضحك ولطيف وكيوت كتير. ومن أشهر الكابلز هن غيث وسارة. غلط بقى اسافر مرة ثانية. I love you. وألونا ويزن. قلبي وروحي وعمري وحياتي ألونا، القلب والحب والروح. يا أهلا وسهلا ومرحبا، شرفتي وآنستي يا بقت قلبي أنا. كل مشاويري وأماكني تحلو معاكي روحي. يعني الله وكيلكم مقضيتها على التيك توك ريبوستات على فيديوهاتهم عشان مستقبلي يعرف كيف بحب. والله بتوصل معي انه اكون ماسكة التليفون انا اللي عم ببتسم وانا اللي عم بضحك وانا اللي عاجبني الكلام. انا شو دخليني؟ سؤالي لإلكن، هل بتشوفوا صح او غلط انه هن بس بيفرجوا الجانب الايجابي والحلو والكيوت من علاقتهم؟ وطبعا هذا الكلام بينطبق على كتير مشاهير ما بتفرجي على السوشيال ميديا الا الجانب الايجابي والحلو والبيرفكت، لدرجة إنه الناس بتصير تقول إنه نيالهم حياتهم بيرفكت، نيالهم هنن ما في شي زعلهم، هنن ما في شي ضايقهم، مع إنه كلنا بنعرف إنه ما في حدا مرتاح 100%. هلأ طبعاً أنا مش مع إنه يظهروا مشاكلهم لحتى يفرجوا الناس إنه نحن كمان عنا مشاكل، بس أنا مع إنه يظهروا إنه والله اليوم أنا مالي رايقة، والله اليوم صار معي موقف ضايقني، يعني فاهمين؟ إنه يفرجوا إنه نحن كمان مثلنا مثلكم منمر بهيك شغلات ومنمر بهيك شغلات، لأنه في كتير ناس بتجهل أو بتنسى هاي التفصيلة، فاهمين؟ ومثلا في عنا يومي بتضل تصور روحاتها ورجعاتها والشوبينج تبعها والبراندات وكل فترة بمكان وبطيارة وبسفرة شكل. الناس صارت تكتب لها إنه نيالك، عندك كل شي، عندك فلوس، أنت مبسوطة، أنت مرتاحة، أنت بتسافري وين ما بدك.
يا ريت حياتي مثل حياتك. ففي مرة ردت يومي قالت إنه أنتوا لو بتعرفوا مشاكلي حتقولوا لي خلي حياتك لإلك. هذا قصدي. على فكرة الناس اللي بتأيد فكرة إنه لا بس يفرجوا الجانب الإيجابي والحلو، أنا فاهمة وجهة نظرهم، واللي هي إنه نحن عم نفتح السوشيال ميديا لحتى نغير جو، لحتى نطلع من المود، فما بدنا نشوف شغلات سلبية. بفضلوا إنه دايما يشوفوا الجانب الإيجابي والحلو. بس أنا من وجهة نظري إنه لا، هن بشر مثلنا مثلهم، مشاهير بس عندهم مشاكل، بيتضايقوا بيزعلوا. بالعكس حتى لو كانوا انه متضايقين يفتحوا يحكوا والله نحن اليوم مش بالمود، نحن اليوم متضايقين، بالعكس الناس حتحس حالها اقرب لإلهم وحيصيروا يقولوا لهم انه ادعوا هذا الدعاء، سووا هيك، طلعوا عدوا بالشمس بتغيروا جو. فاهمين انه حتى هو كمشهور لما يسمع ردود فعل الناس حتتحسن نفسيته. وانتو شو رأيكم؟ احكوا لي بالكومنتات، كتير عبالي اعرف رأيكم. جايز الله وكيلكم الكرسي أبدا مش مريح، بس أوصل عدد مشتركين معين رح كافئ حالي واشتري كرسي مريح. وطبعا لأن الشهرة ضريبة، فالمشهور بيكون قاعد بحال سبيله بأمان الله، فجأة بيلاقي الناس شبكوه بحدا، يعني عادي ينام فيه يلاقي حاله مرتبط بدون ما يعرف. يا ويلي على الفيديوهات وعلى التصاميم، وعن جد ما بيكون ببالك انه هدول الاثنين يكونوا مع بعض ولا هن شخصيا، بس على قد ما بتشوف التصاميم والفيديوهات بتشتهي بتقول انه يا رب يكونوا مع بعض. وطبعا اكبر مثال عنا يا أسامة وشيرين. يعني انا صراحة ما كنت بتخيل انهم يكونوا مع بعض ولا حاطة ببالي، لانه اصلا بحس انه الباك جراوند تبع أسامة مختلفة عن شيرين، كل واحد من بيئة مختلفة عن الثانية. أسامة شوي عائلته محافظة، شيرين شوي عائلتها هيك منفتحة، فإنه بحس ما بيزبطوا. بس والله العظيم على قد ما بيعملوا لهم فيديوهات هيك كتير كتكوتة، صرت أقول إنه إن شاء الله يكونوا بيحبوا بعض. يطلع لي فيديو لأسامة فنزل إنه هو وصل 7 مليون، فوت على الكومنتات وسي متى خطبتك أنت وشيرين؟ شيرين امسكي فيهم، راح لشيرين تحقق 10 مليون مع شيرين إن شاء الله. خلص الناس شبكوهم مع بعض يعني خلص. وعلى فكرة أسامة ملمح إنه في شي رسمي رح يجي، والناس قاعدة عم تقول كأنه شيرين زبطت لبسها. يا الله، يعني حتى أنا بحط حالي مكانهم، لو أنا مشهورة ومعي زميلي بالمجال والناس شبكونا مع بعض وصاروا يعملوا لنا فيديوهات وتصاميم، أنا ما عندي مشاعر اتجاهه، بس من كتر ما الفيديوهات كتكوتة وحلوة بحس إنه ممكن يصير في مشاعر ويقلب الموضوع جد. انتو شو رأيكم؟ هاي جايز، كنت عم بعمل editing ولاحظت إني نسيت أحكي لكم كلام لازم تحطوه براسكم، فجيت أحكي لكم إياه. من عيوب السوشيال ميديا إنه خلت الإنسان يحس حاله وكأنه هو بسباق، دايما متأخر على كل شيء، إن كان بالزواج، إن كان بالشغل، بالإنجازات، بالمتعة وكتير غيره. وهذا الشيء بيخلي الإنسان يحس حاله تعيس ومكتئب ومو راضي عن نفسه. جايز تذكروا هالحياة مش سباق، خدوا وقتكم بكل شيء، وكل شيء بوقته حلو. اعمل جهدك واشتغل على حالك، ولا تقارن حالك بالناس، قارن حالك بحالك. هل انت احسن من السنة الماضية؟ هل انت احسن من الشهر الماضي؟ هل انت اليوم انجزت اكتر من امبارح؟ دايما قارن حالك بحالك، وتذكر انه هدول الناس اللي عم توصل تعبت كتير، ونحن ما عم نشوف الا الجزئية اللي هن نجحوا فيها. تذكر كتير منيح انه هن كتير تعبوا وسهروا والسواد وصل لخدودهم. فانه اعمل جهدك، ركز على حالك، ولا تقارن حالك بغيرك، وانت قدها. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. قولولي رأيكم بالكومنتات، أول شي عن إذا أنتم مع أو ضد المشاهير يظهروا الجانب الإيجابي دوما أو لا. تاني شغلة، إذا رح تكون عروسة أسامة هي شيرين أو لا، احكولي كتير عبالي أعرف. أنا بحس لا، بس بدي، يعني أنا بدي، بس بحس لا، بس بدي. انتو شو رأيكم؟ احكولي بالكومنتات. وبس ما تنسوا تعملوا لي فولو على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتبوا لي بالكومنتات إذا في مواضيع حابين إنه نحكي فيها. وبس يلا باي.